يبدأ المنتخب المغربي للسيدات مشواره في بطولة أفريقيا 2026 بمواجهة منتخب كينيا في مباراة الافتتاح التي تقام يوم الأحد 26 من يوليو 2026. نتعرف في هذا الفيديو على كل تفاصيل هذه المباراة المرتقبة، لكن قبل البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. تنطلق سفرة البداية في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 11 مساء بتوقيت مصر والسعودية والعراق والأردن وقطر، الساعة 12:10 منتصف الليل توقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بمدينة الرباط الذي يحتضن هذه المواجهة المنتظرة. تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي لأنها تمثل البداية الرسمية لمشواره، كما أنها تقام أمام الجماهير المغربية التي تنتظر انطلاقة قوية من لبؤات الأطلس في طريق المنافسة على اللقب القاري. ويشارك المنتخب المغربي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كينيا والسنغال والجزائر، لذلك فإن تحقيق الفوز في المباراة الأولى سيكون خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور ربع النهائي وتعزيز الثقة قبل المواجهتين التاليتين أمام السنغال ثم الجزائر. أما بالنسبة للنقل التلفزيوني فمن المنتظر أن تبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستكون متاحة أيضا عبر القناة الرياضية المغربية الأرضية التي تنقل مباريات المنتخب المغربي داخل المملكة. هل تنجح لبؤات الأطلس في استغلال عملية الأرض والجمهور لتحقيق بداية مثالية أمام منتخب كينيا؟ وهل تكون هذه المباراة الخطوة الأولى نحو حلم التتويج بأول لقب إفريقي في تاريخ القرى النسوية المغربية؟ شاركونا توقعاتكم نتيجة المباراة في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصل لكم كل جديد عن مشوار المنتخب المغربي للسيدات في كأس أفريقيا 2026.